جالي نوتيفيكيشن ان حد اسمه الرسيم عمل لي فولو على الانستجرام، واول حاجه جت في دماغي اول ما قريت الاسم، واضح انك واثق من نفسك قوي عشان تختار اسم زي ده. تعالوا نشوف هل هو رسيم فعلا ولا لا. شكله طلع رسيم بجد. عجبني ستايل بنتن الدموي ده، بس ايه مغني شعبي مشهور دي؟ هو دي هزار ولا انت فعلا مغني شعبي مشهور؟ المهم انه عنده قناة على اليوتيوب باسم رسيم برضو، فتعالوا نشوفها يمكن البايو مختلف هناك. مغني شعبي برضو. الله، ايه الحكاية؟ مناش دعوة. المهم انه معانا دلوقتي كرسام مش كمغني. كشكر على متابعتي قررت اني ارسمه، فيلا بينا نرسم الرسيم. الرسيم عمل لي فولو على الانستجرام وانت لسه. انا بقول لك بس لينك الانستجرام في الديسكريبشن. اول حاجه اعملها ان اجيب صوره للرسيم استخدمها كريفرنس، وبصراحه قعدت حبه في الموضوع ده لان انا اكتشفت ان الرسيم ليه 3 تصميمات مختلفه، بس انا اعتمدت اخر تصميم لان هو كان الاوضح والاسهل. كالعاده اول حاجه هبدا بيها هي السكتش، وانا ما كانش قصدي يطلع كده. 2000 years later. انقذنا الموقف الحمد لله، ودلوقتي هنرسم الشعر. المشكله في الريفرنس ده ان مفيش فلقه للشعر، فرجعت للتصميمات الاولانيه للشخصيه جايز الاقيها، ولقيتها كده. انا حددت اتجاه الشعر، واكيد مش هنسى خصلة الشعر الكيوت دي. كده انا خلصت السكتش والمفروض ابدا في اللاين ارت، لكن في صوت جوايا بيحاول يزرع فكره مجنونه في دماغي، وهي ان انا افكس لللاين ارت، خصوصا ان عمري ما فوتت الخطوه دي في اي رسمه من رسوماتي. اقنعتني، بس الاول خليني اظبط شكل العيون عشان مرجعش اصيح بعد كده، وكمان همسح الخطوط الزياده او اللي طالعه بره السكتش عشان يبقى عندي سكتش بليزي مو. كده ابقى خلصت السكتش واللاين ارت اللي انا ما عملتوش. دلوقتي هطلع الالوان من الريفرنس اللي هستخدمها في التلوين، وطبعا عشان انا بتعلم من اخطائي فمش هستخدم الالوان زي ما هي من الريفرنس عشان ما تبقاش باهته، وهزود الساتوريشن شويه. عشان انجز في التلوين هستخدم اللازو عشان الون البشره. ثانيه واحده. أسمر يسمراني، مين قسك عليا؟ أنا متحمسة وخايفة في نفس الوقت من لون البشرة ده. متحمسة أعرف هشتغل على اللون إزاي، خايفة لأني عمري ما جربت درجة اللون دي في البشرة قبل كده، فهنشوف هتطلع إزاي. هلون الهودي، وآخر حاجة هلونها هي العيون والحواجب، وهستخدم فيهم نفس درجة الشعر. ندخل بقى في الإضاءة والظل. هنرسم شمس شموسة هنا، وهنتخيل إن أشعة الشمس دي نازلة على الوش فهتعمل إضاءة عليه. يجي رسام محنك يقول لي في حد يلون باللون الطحيني ده؟ هوريك الطحينة دي هتعمل إيه دلوقتي. هنغير مود اللير لأوفرلاي. شفت الحلاوة؟ شفت الحلاوة؟ بما إن لون الهودي زيتوني بيتهيألي يعني، فالمفروض إن الإضاءة عليه تعمل لون ليموني. إيه اللي أنا بقوله ده؟ مش مشكلة، أهي كلها مخللات. أنا أسفة أرجوك ما تقفلش الفيديو. عدت على السكتش تاني علشان ملامحه بدأت تروح مني، واستخدمت فيها لون درجة الشعر لأن حسيت إنه هو عامل كونتراست حلو مع لون البشرة. المهم ما تستخدمش اسود. ورجعت رسمت المناخير تاني لان الزاويه اللي في الاول ما كانتش مظبوطه مع زاويه الوش دي. التظليل ما عملتش فيه كتير لان ما اعتقدش هتستحملوا افيه تاني بعد الافيه اللي فات. كان مهم عندي ان انا ابين الاي باجز اللي تحت العين لان الرسيم عنده اي باجز هي مش باينه، بس لو دققت هتشوفها. تحيا الاي باكس. نيجي بقى للفقرة اللي بحاول اتجنبها، وهي فقرة تلوين الشعر. بما اني مش عارفة احدد تسريحة الشعر فانا هرسم الخصلات زي ما هي في الريفرنس، خصلة فوق خصلة تحت، واخلي الخصلات في نفس الاتجاه زي الريفرنس بالظبط. استخدم الليكوفاي عشان نقلل الهيشان، وطبعا هقلب الرسمة عشان انا بتعلم من اخطائي. ايه ده؟ انا دوست على ايه؟ انا مش عارفة انا دوست على ايه. الحمد لله. في بقى شوية فرو هنا، انا فكرت بصراحة ما اعملوش، بس بعد كده قلت لا، اهم حاجة المصداقية. بما ان لون البشرة غامق فلون الشفايف برضو هيكون غامق. اخيرا هنحط اضاءة في العيون علشان ما تبقاش سولس كده. حاسة اني عايزة حنتف في الشعر شوية. هغمق اللون عند الاطراف واحط اضاءة من فوق. ليه عندي احساس اني ناسية حاجة؟ القلم الرصاص. بصراحة مش قادرة أبذل مجهود أكتر من كده. وكده نبقى خلصنا شخصية الرسيم. طبعا فاكرين إن أنا نسيت النضارة، لا بس أنا هغير النضارة دي وأحط نضارة أروش بكتير. يا ربي كأننا توأم.
لو انت من متابعين الرسيم ما تنساش تبعت له الفيديو ده او تعمل له منشن. مش هطلب منه يرسمني لانه مش هيقدر يوصل لمستوى الابداع ده، طبعا ده هزار، انا لوني مش رمادي، بس حقيقي انا استمتعت جدا برسم شخصية الرسيم واتمنى ان رسمتي تعجبه. كمان عجبني ستايله في الرسم جدا لانه حسيت فيه نوع من النوستالجيا كده، بيفكرني بألعاب زمان زي ستريت فايتر بس النسخ القديمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتعمل لايك، انا بعمل فيديوهات زي دي كل كام يوم واشوفكم الفيديو الجاي.